هنوف اليوم بنسوي عيش ولحم. ابغى اروج طريقتي اللي انا اسويها واللي انا وايد احبها. هالطريقه انا اسويها حتى على ذبيحه صغيره، على يمعه اهل، مناسبه، حتى لو خروف كامل. حتى لو خروف كامل. حلو. انا جبت اليوم اصغر جدر عندي، هاي جدر الوالده الله يحفظها. الله يسلمك. اول شيء بنخلط اللحم، ثوم وزنجبيل، اوكي. الابزار، شويه كركم، وتحطين الروب اللي عندك. بنحط لها شويه ليمون. خلطناه، الحين بنبتدي تحطي لي على اللحم الله يخليك وتخلطينه. اعتقد اوكي. بناخذه وبنخليه على الاقل ساعه لساعه ونص. تسلم ايدك. الله يسلمك. اتوقع الحين خلاص خذت التتبيله. شوفينها حتى شلون يبس عليها نشف شوي. صح. اوكي. فالحين بنبتدي نسوي الخطوه الثانيه. اوكي. الجدر فيه طبقات. في طبقات، فبحط فيه الماء. حلو. بنحط فيه عشان الماء يكون فيه نكهه. انا احب احط فيه شويه مسمار، طبعا اي شيء تحبينه. اذا بتحطي لي القطع اللحم الحين على الهاي. اوكي. نشغل عليهم النار ونخليه على راحته. نفتح نشوف. واو. هنوف بنحطه شويه في الفرن بس 5 دقائق 10 دقائق ياخذ لون. نقطه زيت بس، شويه زعفران مع مي ورد. بدخله انا في الفرن لحد ما نسوي العيش. شوفي الماي بس بنطلع من البهارات الحب الصحيحه، فبننزل فيها العيش. بنحط لها مكعبين مرقه الدياي ماجي. طبعا المكعبات راح تغني عن كميه الملح اللي المفروض ان احنا نحطها. نخليه على لحد ما يستوي العيش. عقب نشوف اللحم مالنا اذا استوى احمر شوي خفيف، نخليه لحد ما يهدى ونبتدي الخطوه الاخيره اللي هي خلط كل شيء مع بعض على اساس التقديم. شلون تحاولين تطلعين العظام على اساس نقدمه بالطريقه اللي انا بروج اياها؟ خلاص. افتح الجدر خلي العيش يشرب. اليوم بنستخدم خبز المرقوق. حلو. اوكي. حطينا بعد. انا مسويه شويه بصل على اساس بس يعطيها شويه طعم، زبيب وشويه لوز، وبتحطين قطع اللحم الله يخليك. اوكي. قصيها. حطينا ورق زبده. اوكي. شوي ندهنها شويه بس بزيت عشان يحمر، مو بوايد، بس تتحمر يبالها 10 دقائق لحد ما تشوفينها احمرت وتطلعينها. اوكي. شوفيها استوت واحمرت. واو. تسلم ايدك. الله يسلمك يا ربي تعيبك.